إننا كائنات فضولية بطبعنا بتموت في كشف المستور. قصص الجرائم الحقيقية بتديك تصريح دخول لعقل المجرم، بتعرف ايه الدوافع اللي خلته يعمل كده، وازاي شخص ممكن يعمل الجرائم دي، وده كله وانت قاعد في امان وحاطط رجل على رجل. والاهم من كده اننا ما بنتفرجش كمتفرجين، احنا بنتحول للمحقق كونان، بنجمع الادله ونربط الخيوط ببعض، ونشك في الناني وفي البواب وفي الجاره. ولما التوقع بتاعنا بيطلع صح بنحس بالفخر واننا مكاننا مش هنا، احنا مكاننا في كليه الشرطه. واهم لحظه بنستناها في القصه هي لحظه الكلبشات. احنا بنحب نشوف المجرم اللي حير العداله، واللي افتكر ان هو الاذكى وان محدش هيقدر يقبض عليه ولا يقتص منه، وهو بياخد على قفاه والعدالة هي اللي بتكسب. العلم بيسمي الظاهرة دي بفرضية العالم العادل. احنا بالفطرة جوانا ميزان نفسي محتاج يصدق ان الدنيا ماشية بميزان. اللحظة دي هي اللي بتحسسك بالطمأنينة وبتأكد لك ان الفرضية صح، وان الدنيا مش غابة ولا الشر بيكسب دايما، وده هو اللي بيخليك تنام مرتاح.